بعد صلاة العيد الناس تسمع صوت الرصاص في كل حتة علشان تطلع من الجامع، والناس تطلع من البيوت علشان يشوف ايه فيه. علشان تصطدم تلقى 4 أفراد مرميين على الأرض ومضروبين بالرصاص. الموضوع ده حصل فين؟ قرية السمطة، مركز دشني، محافظة قنا. أول أيام عيد رمضان الناس صحيت على تكبيرات العيد والأهالي بتحضر للإفطار، لكن الفرحة دي ما كملتش. بعد صلاة العيد بدقايق صوت الرصاص في كل حتة، وبدأ كالعادة لما جه بلاغ للأجهزة الأمنية من أهالي القرية إنه في عركة دايرة بين عيلتين في قرية الصمت، علشان الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع الحادث. وبعد التحقيق يتبين إنه في عيلتين طرفين في المشكلة، عيلة الجدوية وعيلة عيسي. سبب المشكلة إيه؟ سبب المشكلة 3 فدن أرض مزروعين موز. 3 فدن دولت كانوا عارضينهم الجدوية للبيع. جاء واحد من عيلة آل عيسي طلب إنه يشتري الأرض دي، اتفقوا واشتروا الأرض ومدفعوا له 14. صبروا شهرين وبعد ما كتب العقود وخلصوا كل حاجة ودفعوا فلوسهم، عيلة الجداوي حبت ترجع في الكلام وحبت تسترجع أرضها. عيلة عيسي ما رضيوش يرجعوا الأرض تاني. حصلت مشكلة بينهم ومن بعضيهم. تعود عيلة عيسى اللي اشتروا الأرض ضربوا نار على عيلة الجداوي بس من غير إصابات. طبعا عيلة الجداوي رفضت الكلام دي، دخلت عليهم يوم العيد ضربت عليهم نار عشوائي علشان واحد اسمه الحاج حسن وأبنائه ال3 يموتوا، علي وحسين وأحمد. وصوت ضرب النار وصل لكل حتة في القرية. أهالي القرية لما سمعوا ضرب النار لموا بعض، وبالذات عيلة عيسي طلعوا بالسلاح وحصروا البيت وحاولوا يمسكوا ال7 تنفار اللي مسلحين دول. 3 منهم هربوا، لكن الأمن وصل وقدر يقبض على ال4 الباقيين بعد معركة استمرت ساعتين. كم مرة نسمع عن الطار، عن خلافات بتبدأ بالكلمة وتنتهي بالدم، عن أهل بيدفنوا أولادهم بدل ما يفرحوا بيهم. العقل نعمة والقانون موجود، لكن للأسف في ناس لسه شايفة إن السلاح هو الحل. النهاردة بنحكي قصة حسن وأولاده، بس للأسف القصة دي بتتكرر في كل مكان وبكل الأشكال. الحد إمتى؟